أسرع في الأقوال بالرحمن مثنيا بالحمد والشكران، ثم نصليا على الرسول وآله الفروع والوصول، ثم الذي حسنت صحيبته والتابعين إن كملت ملته. أذكر شكرا جزيلا من صاحب المعالي رئيس البرلمان المؤقت، ويوافقه أصحاب العقول والاختيار العدول، إخواني من الحكومة والمعارضة، سادة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الجمهور، نحن المعارضة نأتي إلى هذه الجلسة البرلمانية الشريفة معارضة لهذه القضية التي تقول بأن تعليم العلوم الشرعية في الجامعات الإسلامية يجب أن يتم باللغة العربية، ولكننا نرى خلاف ذلك ونقول بأن تعليم العلوم الشرعية في الجامعات الإسلامية لا يجب أن يتم باللغة العربية لعدة المحاور التي تؤيد موقفنا كالمعارضة. ولكن قبل أن نذهب بعيدا إلى تفاصيل الحجة والبراهين، دعوني لأن أبين لكم الأخطاء والغلطات والشكوك التي قد تطرحت من ألسنة هذه الحكومة. أولا، ادعت هذه الحكومة بأن الدين يتعلق باللغة العربية. نعم، لا ننكر هذه القضية بأن الدين يتعلق باللغة العربية، ولكن ماذا فعل حينما العلوم الشرعية في الجامعة الإسلامية يجب أن يتم باللغة العربية؟ لابد أن تفهمون جميعا حتى يكونوا معنا في موقف واحد بأن إتمام تطبيق اللغة العربية في تعليم العلوم الشرعية لم يكن تطبيقا تاما أيها الجمهور. لم نجد هناك الجامعات الإسلامية التي طبقت العلوم العربية 100% بإتمام تطبيقها في تعليم اللغة العربية. أحيانا الأساتذة تعلم طلابه باللغة العربية، وأحيانا يختلط باللغة الإندونيسية لحسن فهم في الطلبة أيها الجمهور. ثم ثانيا ادعى هذه الحكومة بأن يحتاج إلى دقة الفهم إلى العلوم الشرعية. نعم صحيح، يحتاج إلى دقة الفهم في العلوم الشرعية. لذلك نحن نقول بأن لا يجب إتمام استخدام اللغة العربية في تعليم العلوم الشرعية لدقة الفهم من ناحية الطلبة في الجامعة الإسلامية أيها الجمهور. لماذا؟ لأن ليس كل الطلبة الذين يتعلمون في الجامعة الإسلامية يفهموا بحسن فهم في اللغة العربية. يحتاج إلى سنوات طويلة لفهم اللغة العربية حتى نفهم أيضا في تعليم اللغة العربية. ثم كذلك ادعت هذه الحكومة بأن الكتب والمراجع في العلوم الشرعية مكتوبة باللغة العربية. نعم، أصبتم في هذه القضية، ولكن هذا من ناحية الكتب والمراجع. كيف من ناحية التعليم؟ حسن التعليم حينما كانت الطلبة يفهموا ما قد قال المدرس، يفهموا ما قال المدرس في تعليمه، ولكن حينما لم يفهم الطالب، وطبعا هذا التعليم ليس بتعليم جميل أيها الجمهور. كما عرفنا بأن العلوم الشرعية هي العلوم الصعبة أيها الجمهور. هذه العلوم يتعلق المختصة بالشرع الإسلامي، وكذلك من ضمنها العلوم الإلهية التي تدخل من ضمن العلوم الشرعية أيها الجمهور. لذلك أفيدكم علما بأن لم نجد هناك الجامعة الإسلامية التي يستخدم استخدام اللغة العربية في تعليم العلوم الإسلامية. تفضل الأول من الحكومة. قلت بأن العلوم الشرعية صعبة، فلذلك يحتاج إلى اللغة العربية لتكون سهلة الفهم للعلوم الشرعية. شكرا. طيب، العلوم الشرعية صعبة، وكذلك العلوم العربية وكذلك صعبة. كيف نحن نتعلم هذا العلومان في وقت واحد حتى يفهم بحسن الاستفهام لدى الطلبة أيها الجمهور؟ العلوم الشرعية طلبة المختصة بالشرع الإسلامي، وكذلك نحن نختلط هذه العلوم باللغة العربية التي تكون صعبة أيضا. كيف نفهم بفهم الاستفهام في لدى الطلبة للجامعة الإسلامية؟ تفضل بالجلوس أولا، ثم نواصل إلى بقية المحاور من قبلنا المعارضة لتعارض قضية المجلس التي تقول بأن تعليم العلوم الشرعية في الجامعة الإسلامية لا يجب أن يتم باللغة العربية. الثالث، المحور المضموني. كما قد عرفنا بأن في العلوم الشرعية هناك الفوائد الصعوبة أيها الجمهور. أفيدكم علما
بأننا تعلمنا كتاب العقيدة الطحاوية، وهذا الكتاب يحكي عن علوم الإلهية. في هذا الكتاب كانت كلمات صعبة في اللغة العربية أيها الجمهور الكريم. لذلك حينما نتعلم هذا الكتاب فطبعا نحتاج إلى بيانه في اللغة الوطنية أو في اللغة المحلية أيها الجمهور الكريم. لذلك لم يتم وجوب استخدام اللغة العربية تيسيرا لدى الطلبة الذين يتعلموا هذه العلوم. فطبعا لابد علينا أن نحتاج إلى ناحية الطلبة ولا سيما الطلبة الذين يريد أن يتعلموا العلوم الشرعية بحسن فهمه أيها الجمهور الكريم. وكذلك تفضلوا بجلوس لا تواصلوا صوتي. وكذلك هناك أيضا الفوائد الصعوبة في العلوم الشرعية مثل كتاب المواريث وكذلك كتاب المناكحات. هناك الكلمات الصعبة التي لابد فهمها لدى الطلبة، ولكن حينما نبين هذه الكلمات الصعبة باللغة المحلية أو باللغة الوطنية فطبعا سوف تكون طالبة بسوء الفهم في العلوم الشرعية. وطبعا هذا خاطر لأن العلوم الشرعية هي العلوم المختصة بربنا أيها الجمهور، والعلوم الشرعية هي العلوم الأساسي بشرع الإسلام أيها الجمهور. ثم محورنا الرابع وهو المحور الملولي. حينما نطبق اللغة العربية باستخدام تعليم العلوم الشرعية 100%، فطبعا سيشعر الطلاب بملول أيها الجمهور من والآثار المتعقبة من الملول. الطلاب لا يشعرون بسرور حينما يتعلمون العلوم الشرعية. لماذا؟ لأن المدارس يبين إلى الطلبة باللغة العربية دائما في المئة، كما قد تقول هذه القضية بأن يجب أن يتم اللغة العربية استخدام 100% في تعليم العلوم الشرعية. لذلك نحن نقول بأن هناك لا يجب تعليم اللغة العربية بإتمام استخدام اللغة العربية لحسن فهم الطلبة في الجامعات الإسلامية. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.